السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معاكم القراقيش او المنين السادة او كعب الغزال او العسلية زي ما بتسموها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الشكل بيتكلم عن نفسه، طعمها حلو جدا واحلى والله من بتاع الفران بكتير، ومعمول في البيت. متنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام. ده كعب الغزال ودي العسلية وده المنين السادة. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوباية معايا مج من الازاز ده لبن، مج مليان عليه نص كوباية من المية. انا حطيت اللبن بالمج ده، مش حطيت بالكوباية الكبيرة دي، لا عايرت بس انا كنت مدفياه، عايرت بالكوباية الازاز دي بالمج الازاز. ومعايا كيس من الخميرة الفورية، حطيت 3 معالق من السكر، 3 معالق كبار من السكر، وبدوبهم مع اللبن. عليهم معلقة ونص من الخميرة علشان احنا في الشتاء، لو في الصيف هتحطي معلقة واحدة بس. عليهم كيس من الفانيليا، وعليهم برضو نص معلقة من الملح، نص معلقة كبيرة من الملح. وبندوب كل ده مع بعضيه. المية دافية، اللبن دافي والمية دافية مش سخنين علشان ما يبطلش معانا مفعول الخميره. معايا كوبايتين ونص من السمنه، انا هنا حطيت كوبايتين وربع من السمنه، حطيت كوبايه سمنه بلدي وكوبايه سمنه نباتي وكوبايه وربع سمنه بلدي وكوبايه سمنه نباتي وربع كوبايه من الزيت. المقدار كله بما يعادل كوبايتين ونص. لو انت عايزاها لا هي القراقيش طريه ولا هي ناشفه، حلوه مش دايبه جامد. بسم الله عليك. بدوب كده حوالي 5 دقايق او 4 دقايق على الاقل. بدمج السمنه مع اللبن لحد ما توصل للون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. لو احنا في الصيف بنحط معلقه واحده بس عشان ما يبقاش الخميره بتاعته كتيره. لو احنا في الشتاء بنحط معلقه ونص. السمنه بنفكها على النار، ما تكونش سخنه ولا دافيه، احنا يا دوب بنفكها على نار هاديه جدا، على نار واطيه جدا بنفك السمنه. ده معانا كيلو من الدقيق، انا نخلاه كويس جدا مرتين على الاقل. بحط معاهم معلقه كبيره من البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين، بس مش مليانه، ممسوحه. وبحط معلقه كبيره بحط عليهم 3 معالق او 4 كبار من السمسم. السمسم ده انا محمصاه بشويه من السمنه، بحمصهم مع ربع معلقه من السمنه البلدي على النار، بس تخلي ايديك معاهم علشان السمسم ميتحرقش. ودي معلقه كبيره من النشا. بقلب كل ده مع بعضيه وببدأ اضيفه تدريجيا على السمنه. انا مش بفضل الت واعجن في العجين، لا ده ما شاء الله بمجرد بس ما يتشرب السمن بالدقيق خلاص كده انا ببطل عجن وما بفضلش اعجن فيه ولا اي حاجه. طريقته سهله جدا. انا هنا بقلب معاكم الدقيق مع السمنه. فضيت الدقيق كله مره واحده وهبدأ اعجنه بايدي. هو اللي بيتكلم في الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده انا بشرب السمنه بالدقيق. هنا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين العجينه بتاعتها طريه وحلوه جدا، ملمسها ناعم. انا هسيبها 10 دقايق بالظبط في
في العشر دقايق دول انا هستغل فيهم الوقت واعمل فيهم العجوة. انا ما بحبش اشتري عجوة جاهزة بصراحة، احنا هنا بنغطي وشه بكيس وبنسيبه في مكان دافي لمدة 10 دقايق بالظبط. انا بحب اشتري البلح واعمله عجوة، بفكها بالسمنة وبعد ما بفكها بسيبها تبرد شوية وابدا اعجنها بايدي برضو العجوة كده لحد ما توصل للقوام الناعم اللي انتوا شايفينه ده. لو عايزة تحطي معاها، انا بحط لها معلقتين سمنة بلدي او معلقة على حسب ما انت عايزة، لو عايزة تحطي لها سمسم حطي لها، مش عايزة خلاص. بفردها في الكيس كده علشان دي انا هشكل بيها العجينة دي، هشكل بيها 3 اشكال. كعب الغزال اللي انا فرداها جوه الكيس دي بحاول ارقيها على قد ما اقدر علشان اعمل بيها كعب الغزال، وبعمل صوابع طويلة كده. انا هنا هفك الخمر بتاعها، بدوس عليها بايدي كده عشان ابدأ اشكل العجينة. اول شكل هنعمله معاكم هيكون كعب الغزال. على فكرة المخبوزات في الافران بقت غالية جدا، فلو انت تعمليها في البيت مش هتاخد معاكي وقت كتير جدا، هتكون بالعكس هتاخد وقت قليل معاكي، وفي نفس الوقت هيكون والله انضف من بره بكتير وطعمه احلى. وتاني حاجة هيقطع معاكي كمية كبيرة، عمرها ما هتكون بنفس المبلغ اللي انت بتجيبيه من بره ابدا. يعني هنا بحاول ارق في العجينة على قد ما اقدر، افردها معايا بالشكل ده. عايزة تعمليها مستطيل مربع على حسب ما انت عايزة، وتفردي وتحطي نفس حجم نفس كمية العجوة، يعني تلميها تفرديها على العجينة كلها. انا هنا بعين الكيس انا عملت فردت واحدة تاني علشان احطها جنب على بقية العجين. هنا الكمية اللي هي مفيهاش عجوة انا بعينها بحوشها من العجينة، بسويه كله ببعضيه وابدأ بقى الفها من الطرف كده، من بداية الطرف زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، بيبقى راق عجوة وراق عجين. ببدأ ابرمها زي ما انتوا شايفين كده، بيطلع معانا في النهاية شكل حلو جدا. زي ما انتوا شايفين ببدأ افرد فيها، هي مش هتبقى بالسمك كده، انتوا زي ما تشوفوا في النهاية تكون اطول من كده، الحجم اكبر من كده بكتير. انا هفضل افرد فيها لحد ما تبقى رقيقة تبقى رفيعة، حجمها رفيع معايا مش تخينة قوي علشان هي لسه تختمر تاني، فهتديني حجم اكبر من ده. يعني هنا معايا سمسم هحطه على الوش، لو انت عايزة هقطعها، لو انت عايزاه يثبت على وش العجينة هترشي مية على وش العجينة كده بالبخاخة وتحطيها في السمسم. هنا بقطع العجينة معاكم، لو عايزة تقلي عن الحجم ده ماشي، لانه كده كده بيزيد معاكي ما شاء الله، الحجم بيتضاعف. هقطع الكمية كلها، بنحطها على صينية ما فيهاش ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. انا هنا قطعتها كلها زي ما انتوا شايفين، هبدأ احط فيها السمسم، ابدأ احط لها السمسم من على الوش. مكانش عندي كمية كبيرة من السمسم، انما انت لو عندك شبعيها بالسمسم.
ما شاء الله زي ما انتوا شايفين شكلها حلو جدا، كمان طعمها حلو جدا برضو. ده لو هتعمليه مش شرط يتعمل في عيد على فكرة، ممكن تعمليه في اي في اي وقت عادي، تعمليه اللي تفطروا بالصبح، لو جوزك يروح الشغل ياخده معاه، لو هتقعدوا بالليل كده مع كوباية شاي بلبن يكون طعمه خرافة. ده بقى الشكل التاني من تشكيلة العجينة، ده بيتسمى عسلية في الأفران. بحاول اسوي العجينة، بحاول اسوي الشكل بتاعها يعني. لما بتحضري العجوة قبليها، قبل ما تفردي العجينة بيكون سهل معاكي، على عكس ما انت كنت تكوني لسه بتشكلي في العجوة وبتشكلي في العجينة، فبياخد معاكي وقت اطول. فالافضل يعني ان انت تشكلي العجوة. على فكرة لو عايزة تحشي مكان العجوة في العسلية ملبن، والله بيكون برضو حلو جدا. انا جربته قبل كده بالملبن كان طعمه خرافة. فاللي انت بتحبيه، احنا هنا احشي بيه العسلية. احنا هنا بناخد لفة 2 بس، ما بناخدش اكتر من كده، وبنقطع وبنشكلها بقى ونقطعها بالسكينة. تقطيع حجم الصباع ده زي ما انت عايزة. على فكرة هو كان اقصر من كده، بس الكاميرا بس مطلعاه طويل، تصوير بس. كل شكل من الاشكال دي انا بحطه في صينية لوحدها، ما بحطوش كله على بعضيه، لا ما بحطوش كله في صينيه واحده، لا بحط كل رسمه معينه في العجينه بحطها في صينيه لوحدها، كل تشكيله. ده النوع التالت اللي هو الساده. انا بحب الساده على فكره عن اللي بعجوه، علشان بحب اكل بالشاي، ما بحبش ان انا احط حاجه في الشاي تكون فيها ملبن او عجوه او كده، بس كل واحد على حسب ما بيحب، الاكل اذواق. بفردها كده، بحاول اسوي الشكل بتاعها. انا هنا بقطعها زي صوابع كده، لو انت عايزه تقطعيها مثلثات ماشي، سمبوسكه كده ماشي، الشكل اللي بتحبي تشكليه شكلي بيه العجينه. الساده ده انا بحطه برضو في صينيه لوحده، لانه بياخد درجه حراره اعلى، وكمان بياخد وقت اكتر في الفرن عن اللي بالعجوه، يعني بيطول شويه في التسويه. انا هنا بعد ما خلصت الكميه كلها بسيب العجينه ترتاح 10 دقايق. اكون ال10 دقايق دول انا مولعه فيهم الفرن من تحت، بسيب اول رف واحط في الرف التاني، يعني ما بحطوش على النار على الصاج على النار مباشره، لا بنحطه في الرف التاني. بنولع له من تحت بس يستوي من تحت، اروح طافيه من تحت واولع من فوق، بياخد معانا اللون الجميل ده زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله مستوي وطعمه حلو جدا زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله لكعب الغزال والعسلية والمنين السادة دي كعب الغزال،
ما شاء الله شكلها حلو جدا. بس نحاول واحنا بنرص في الصينيه ما نلزقوش في بعضيه علشان بيرجع يختمر وممكن يلزق في بعضيه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله مستوي معانا حلو جدا والله، وطعمه ما يفرقش عن بتاع المحلات، بل بالعكس احلى بكتير جدا. ده بقى الساده ما يتشبعش منه. الكيلو بيقطع معانا بالظبط 3 كيلو، 3 كيلو من القراقيش. اعملي وفرحي عيالك في البيت بلمة العيد. كل سنة وانتوا طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد علينا جميعا يا رب العالمين. ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. واللي يجربوا يا ريت ما ينساش يقول لي رأيه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.